تصريح مميز من رئيس الفيفا جياني انفانتينو قائلا: لقد اقشعر بدني عندما سمعت لأول مرة أغنية موندياليتو المغرب ويلكم تو موراكو. حقا إنها رائعة وخيالية ومذهلة رغم أنني لم أفهم جميع الكلمات. وفي التفاصيل أوضح المنتج والموزع المغربي العالمي رضوان أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو عبر عن انبهاره بالأغنية المغربية للموندياليتو بعد إصدارها، وحرص على الاتصال به لتهنئته شخصيا. وقال ريدوان: الفيفا فرحة للغاية، وجاني انفانتينو اتصل بي شخصيا وقال لي أن الأغنية خيالية، واقشعر جسدي عندما سمعتها بالرغم أنني لم أفهم الكلمات. هذا وتحدث المنتج والموزع المغربي العالمي أمسية يوم الثلاثاء 7 فبراير في العاصمة الرباط خلال ندوة صحافية نظمت عن نجاح الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية ويلكم تو موراكو. وكشف رضوان أن الأغنية سترافق المغاربة حتى بعد انتهاء الموندياليتو، وأنها حققت نجاحات كبيرة ولقيت تفاعلا إيجابيا لدى المغاربة وأشخاص آخرين من مختلف أنحاء العالم. وفي تصريحات لهم عبر الفنانون الذين شاركوا في الندوة إلى جانب رضوان، وهم أمينوكس وريم فكري ونعمان بالعياشي والدوزي وحاتم عمور وديزيدروس، عبر تقنية الفيديو عن افتخارهم بالمشاركة في هذا العمل الرائع وعن سعادتهم بنجاحه. نشكركم على حسن المتابعة.